بأقل من نص كيلو دقيق هخليكي تعملي أحلى فطيرة كاسترد بالسكر واللبن في ربع ساعة. بس نصيحة مني، ما يكونش جنبك أي أطفال. صلي على النبي وتعالي معايا. ده كان نص كيلو دقيق، كنت واخدة منه شوية كده استخدمتهم في حاجة تانية، بس قلت مفيش حاجة هتوقفني. وعليهم رشة ملح، ده أساسي معانا. وتنزلي عليهم بمية فترة، ما تكونش ساقعة ولا سخنة، مية تكون فترة. وكل واحد حسب الدقيق بتاعه. الدقيق بتاعي أنا خد حوالي كوباية مية. خلينا متفقين ان عجينة الفطير لازم بتكون بتلزق يا جماعة. بعجنها كويس وهي بتكون بتلزق في ايديا، وانا عارفة ان هي بتلزق في ايديا. بس هي مش محتاجة دقيق تاني، هي محتاجة انها تتعجن كويس. زي ما انتوا شفتوا كده، الرخامة بتاعتي لازم تبقى نظيفة. وامسك بقى العجينة بايديا كده رايح جاي لحد ما بتأكد ان هي خلاص بقت ناعمة وزي الحرير. بركنها على جنب، وبجيب بقى الطبق والسمنة بتوعي. انا بعمل فطير يبقى هستخدم ايدي على طول. العجينة زي ما انتوا شايفين خلاص مش هتلزق تاني في ايديا. حطيتها بقى، قرصتها زي ما بيقولوا، قطعيها يعني زي ما انت عايزة. انا طبعا ما كنتش عاملة كمية، ده نص كيلو فهيعمل لي فطيرة حجمها كويس. دهنت العجينة بالسمنة. ليه بدهنها بالسمنة؟ عشان ما تشققش وما تنشفش. اغطيها واسيبها ترتاح نص ساعة ساعة زي ما انا عايزة. انا كنت مستعجلة عليها، سبتها حوالي نص ساعة مثلا. جيت بقى هنا كوباية لبن، كيس كاسترد، معلقتين سكر. هضربهم مع بعض كويس عشان ما يتكتلوش معايا على النار. واروح بيهم على النار وارجع بيهم واغطي الكلام ده كله بكيس بلاستيك عشان الكاستر ما يشقش معايا. الفطير بيبقى محتاج يعني حساب في التعامل معاه. بصوا العجينه ما شاء الله خلاص يعني ارتاحت، وبصوا بتنزل لوحدها. جيت بقى هنا على رخامه البار. استخدمي بقى سمنه الفطير، يعني سمنه. في ناس بتستخدم زيت، انا ما بفضلش خالص استخدام الزيت مع الفطير. هاجي بقى كده اقعد افرد في الفطير واورق فيه واشد، زي بصوا بالراحة خالص. وكل ما افرده كل ما هيبقى احلى. دي كانت اول طبقة فردتها، يعني اقصى حاجة كمان عشان الرخامة مش مساعداني، وركنتها على جنب. ودي كانت القطعة التانية. دي برضو فردتها كويس على قد ما قدرت. ما تلبسوش حاجة بكم واسع عشان هتتبهدلوا زي كده. غيرت هدومي عشان اعرف اكمل. وبدأت ان انا افرد في العجين واورقه زي ما انتم شايفين. يعني الرخامة خلاص باينة منه، مفيش توريقة يعني هتبقى اكتر من كده. خدي وقتك وبالراحة. لو حتة اتقطعت منك مفيش مشكلة، عادي جدا. كل حاجة هنلمها دلوقتي. هتحطي الطبقة التانية جوه الفطيرة اللي احنا بقى خلاص فردناها. وتنزلي بالكاستر. بصوا انا كنت بفعصه كده من الغيظ، من اللي بنتي كانت عاملاه فيا. يا لهوي، فرجت عليا الناس. بقيت اقول يا ريتني ما كنت عملت حاجة، بس يعني الحمد لله يعني. خلصت بقى هنا كده الفطيرة بتاعتي، وبدأت ان انا المها على بعضها. كل دي خلي بالكم، كل دي طبقات، يعني كل اللي انا بلمه ده كل ده طبقات. صينية، تدين شوية سمنة. الفطيرة حتى لو ما اتنقلتش معاكي مظبوطة زي ما حصل معايا كده، الفطير سهل جدا ان هو يتفرد في الصينية. الاطفال بجد يا جماعة الشغل جنبهم صعب جدا. بوريكم البقاليل دي، هي كده مورقة. سبتها ارتاحت شويه عقبال ما سخنت الفرن ودخلتها الفرن. خدت معايا ساعه الا ربع ده في الفرن بتاعي. شغلت عليها الفرن من تحت. اول ما لقيت من تحت خدت لون ذهبي تحفه، ولعت عليها الشوايه. نزلت عليها برشه سكر زي ما انتم شايفين ولبن. هسيبكم مع التفاصيل، بجد كانت خطيره. جوزي اول ما دقها قال لي دي جامده. ودي يعني ادامك هو قال كده على حاجه خلاص اعرفي ان هي ناجحه مليون المية. بصراحة كانت خطيرة وريحتها معبية البيت. بالنسبة لي 10 من 10 ونجمة. أنا الفطيرة دي بطلبها من بره، وكان وحشني إن أنا أكلها، بس كنت المرة دي عايزة أعملها. على فكرة تقدروا تعملوا نفس الخطوات وتخلوها حادقة، وتحشوها بقى سجق، لحمة مفرومة، جبنة موتزاريلا. خليكي بقى مبدعة وطلعي الشيف اللي جواكي. محدش ليه عندك حاجة. حاجة باظت باظت، نجحت نجحت. انتي في مطبخك وبيتك مملكتك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.